اللهم إن لي أحبابا لا أملك لهم إلا الدعاء، فاجعلهم يا رب من أحب أحبابك، وسخر لهم خير عبادك، واكفهم شر عبادك، واكرمهم بعطائك. اللهم أرح قلوبهم ودروبهم، ويسر أمورهم، وكن حبيبهم ووليهم، وابعد عنهم كل مكروه يا رب العالمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبايبي المتابعين والمتابعات، اليوم يوم جديد، فيديو جديد. خير ما نبدأ في دعاء يومنا إن شاء الله بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبدعو طبعا لجميع أحبائي ومتابعيني بالصحة وبالعافية وبهداة البال، وإن شاء الله يكون يومهم يوم جميل ومليء بالمحبة ومليء بالخير والرزق. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم طبعا رايحين نعمل أكلات بسيطة جدا. آه، يعني ممكن ما بتحتاج يعني هالتعب وهالتكلفة. بتعرف الواحد يعني بحب يجدد بأجواء رمضان. مش كل الأيام مثلا تعمليها رز ولا هذا، يعني بتصير معك 30 يوم بدك كل يوم تعملي إشي جديد. طبعا يعني الست المدبرة بتقدر تدبر أمورها، بتعمل يعني كذا إشي بتكلفة قليلة يعني بالتدبير. احنا اليوم إن شاء الله رايحين نعمل مع بعض اللي هي أكلة الششبرك. احنا أكلة الششبرك ما عملناها ولا مرة. عملنا يعني مقاربة إلها، اللي هي بسة حلبة، هي مقاربة إلها، بس البسة حلبة بالمي بنعملها مش باللبن، وبعدين بلحم ني. هاي الششبرك بلحم، يعني اللحمة بتكون مقلبة على النار هادية مع بصل. آه اللهم صل على سيدنا محمد. وإن شاء الله يعني راح تنال إعجابكم. راح نعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وطبعا ما بنعمل كميات كبيرة لأنه برمضان يعني الواحد مش راح يأكل يعني هالكمية الهاو. أكله راح يكون بسيط. ورايحين كمان نعمل مع بعض، جبت أنا اللي هي عشبة الهندباء. العشبة هاي احنا بنحكي لها هون في الأردن بيحكوا لها العلت. هي عشبة يعني فيها لدغة مرارة، بتنطبخ وبنفس الوقت بتعمل، يعني بعملوها سلطة. أنا صراحة تعلمتها من يعني جارة إلي، آه، يعني أكلتها عندها عجبتني صراحة. يعني فيها فوائد كثير، يعني لما درست عليها وشفت يعني شو فوائدها حبيت إني أشارككم بفوائدها. يعني هي يعني فيها كثير كثير فوائد، وطعمها للأمانة زاكي. يعني طيب أنا ما كنت أتوقع إنها تكون، يعني أنا كنت أشوفها كثير بالسوق بس ما أعرف يعني لإيش، شو هاي بيستخدموها أو شو اسمها أو، لكن يعني الدنيا سبحان الله بتعلمك أشياء، ثقافات من شتى الأصول زي ما بحكوها. وطول ما الإنسان عايش بتعلم. فأنا راح أعملها لكم، ويعني وبتمنى إنكم تجربوها، يعني للأمانة كثير كثير طيبة. وخلونا نبلش مع بعض. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل مع بعض الششبرك. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا استخدمت كيلو طحين للعجينة. عجينة الششبرك معروفة، يعني ما بدها يعني إشي غير بس طحين وملح ومية، وبنتركها بنعجنها وبنتركها ترتاح. آه، أنا يعني بحب أحط مع الطحين
شوية كمون علشان تعرفوا العجين بينفخ نوعا ما، فأنا بحب أحط شوية كمون عشان يعني ما يعمل مقصة وغازات، وبنعجنه عجن طبيعي بالشكل هذا. طبعا احنا اليوم يعني فطارنا يعني سلس يعني مش مكلف. يعني من دائما برمضان بنحاول، يعني رمضان هو شهر عبادة، مش تعدد سفر وأكلات وغير عن هذا. يعني في ناس كثير بتكون مسرفة يعني بالأكل. صراحة لا، هذا حرام. يعني الإشي ربنا أمر بالاقتصاد، وإنه نكون مقتصدين بكل أمورنا، وإن الست لازم إنها تكون مدبرة بأمورها. يعني مش إنه ده يعني عندك أكل زايد ما في داعي إنك تطبخي. يعني رمضان برجع بحكي للعبادة، مش بس بدنا نعمل سفر وخلاص يلا. فيعني كمان تقدر تستغلي شغلات تانية معاكي. يعني مثلا عندك التفريزات، أنا واحدة من الناس بس ما قدرت إني أصورها معاكم. أنا فرزت ورق عنب، يعني لفيته وجهزته بس مثل هيك لما ما بدي أكون أطبخ، ما عندي طبختي يعني طبختي خفيفة، بطلع على قدنا وبنعمل. يعني هاي كمان بتوفر عليكي الوقت والمجهود، وهيك بتكوني انت اذا حابة تنوعي، يعني من النوع اللي بتحبي تنوعي بتنوعي بس بشكل اقتصادي. يعني مش هالاشي الكمية الهاو يعني تكون كثير وتنكب. يوم الأربعاء بكرة الخميس، يعني المفروض يعزمونا اليوم. كما تلاحظون الآن بنحضر حشوة اللحمة. اللحمة فرم ناعم، طبعا لحمة خروف وعجل يعني مختلطة، فرم ناعم، وبصلة بنفرمها برضو فرم ناعم. مقدار يعني أنا استخدمت قرابة نص كيلو أو كيلو لحمة، يعني فيها تقريبا 600 جرام. واستخدمت راس روس بصل، ونتركهن على نار هادية حتى يتسبكن، وبعد هيك بنجهز الششبرك إن شاء الله. هاي الحشوة عنا تقريبا جهزت، حشوة الششبرك. والآن سوف نقوم بعمل الششبرك، نتركها بس تبرد وبعد هيك نقوم بحشيها.
بعد ما قمنا بفرد العجينة الآن بنقسم العجينة بواسطة مج قهوة، يعني عشان كلياته يطلع نفس المقاس، هيك بكون أسهل لكم بعملية التعباية، يعني بكون أسرع، ما بياخد معنا وقت كثير. وبنضع اللحمة بمصفاية عشان الزيوت تتصفى منها، ما يعني العجينة ما تفتح. شايفين؟ نعملها بالشكل هذا، نسكرها بالشكل هذا، بعدين نعملها هيك بتكون شوشبرة. هسا بدي أطلع الدوالي اللي أنا فرزته قبل فترة، هاي هون، علشان يعني هيك بكون أنا سهلت على حالي المهمة، وكل شي جاهز، بس ما علي غير إني أتركه يغلى له كم غلوة على النار، وهيك بكون أموره تمام. وهسا عنا الششبرك كمان جهزناه. هي اللبن جهزته، وزي ما حكيت لكم لبن الغنم ما بتحرك، بس أنا عشان أجانسه مع بعضه بنتركه يغلى، بس يغلى بننزل عليه الششبرك. الآن وصلنا لمرحلة وضع العجين باللبن. هاي شايفين إنه اللبن هون عنا وصل لمرحلة الغليان، والآن بنضع الششبرك باللبن. طبعا الششبرك بسرعة يعني بيستوي، ما بياخد وقت، هي بس عملية إعداده يعني اللي بتاخد وقت، لكن هو يعني عند ما استوى اللبن خلص يعني بكون الششبرك تقريبا شبه يعني استوى، يعني ما بياخد أكثر من 10 دقائق أو 5 دقائق.
تمام. بعد ما ننتهي من عملية إعداد الششبرك بنقوم بوضع بنفرم تومة، يعني مقدار نص رأس توم، بنفرمه فرم ناعم ومع زيت زيتون، أو إذا في سمن بلدي بكون أفضل، وبنضعه على يعني التقلاية بتاعته، وبهيك بنكون انتهينا من إعداد الششبرك. لأن الثوم بجيب كمان طعم، الثوم وكزبرة، يعني إذا ما عندك كزبرة خضراء بتوضعي كزبرة ناشفة برضو كمان بتعطي نكهة غير شكل. اليوم كمان رايحين نعمل مع بعض سلطة كثير كثير طيبة ولذيذة، يعني صراحة أنا بحبها ومليحة. يعني بتفيد مرضى السكري، وبتفيد للي بده يعمل رجيم، يعني كثير سلطة مرتبة، اللي هي سلطة العلت أو الهندباء. إحنا هون في الأردن بحكوا لها علت، بسوريا ولبنان بحكوا لها الهندباء. هاي هي سلطة صراحة كثير كثير، يعني هاي العشبة كثير طيبة، بتنعمل تنطبخ وبتنعمل سلطة. رايحين نعمل مع بعض طريقتها، أوريكم كيف رايحين نعملها، بس بدنا ننقيها يعني خوفا من يكون شوائب أو إشي خرب. بنضع القليل من الملح على الهندباء، ومن نعمل على تعصيرها عشان نخفف شوية من مرارتها، يعني لأنها هي مرة طبيعتها فيها لدغة مرار عالية، فإحنا يعني بنعصرها بالشكل هذا، هيك بتخف مرارتها. مع انه مررتها يعني فيه بالرغم من اللدغة اللي فيها، بس تعطي نكهة غير شكل للسلطة، يعني تطلع طيبة. هيك بنكون انتهينا من عمل سلطة الهندباء. طبعا الليمون، السلطة هاي الليمون يعني لازم يكون كثير عليها، وكذلك زيت الزيتون، يعني هي كمان روح قلبها روح زيت الزيتون. زيت الزيتون بحكيها نكهة غير شكل. والبندورة اختياري، ممكن تعملوها بدون بندورة يعني، بس أنا بحب البندورة فيها. وبهيك صحتين وعافية.